اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هو ايه يا جماعة ظاهرة ان كل واحد يخش على الخاص ويدي لنفسه الحق ان هو يكلم ست متزوجة وهو كمان يكون متزوج؟ وبلاقي بصراحة ستات كتير جدا بتتجاوب وبتتعامل عادي جدا وكأنهم أصدقاء بقالهم كتير وبيتكلموا يعني، والموضوع بيتطور معاهم جدا جدا، وما بتاخدش بالها أبدا إن ديت خيانة لجوزها. هي شايفة إن هي بتفضفض مع حد وهو شايف نفسه اللي هو بيفضفض مع حد، وإن أنا ما خنتش مراتي وهي شايفة اللي هي ما خانتش جوزها. وللأسف الشديد الموضوع بيتطور لحاجات كتير جدا احنا في غنى عنها. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه كل ست ما بتتقيش ربنا في جوزها اللي طالع عينه وشقيان في الشغل؟ ليه يا جماعة كل راجل ما بيتقيش ربنا في الست اللي معاه ودايما بيخش للستات وبيكلمهم على الفيسبوك؟ مع اني لو نفكر فيها شوية هتلاقي الراجل اللي انتي بتكلميه دوت زيه زي جوزك. هيفرق ايه عن جوزك؟ تقدري تقوليلي؟ ولا هيفرق اي حاجة. كل اللي هيفرقه بس اللي هو هيفضل يديكي في كلام معسول، وانت لو عندك شوية نقص من الكلام دوت فهتلاقي نفسك بتتشدي حبة بحبة. فبقول لكل راجل اتقي الله، وبقول لكل ست حافظي على جوزك. مش ده يبقى يكون جزاته في الاخر اللي هو عشان يعني بيجري على رزقه بيجري على اكل عيشه، وتبقى انتي بتستغفليه وبتكلمي راجل تاني في التليفون. دوت ما يرضيش ربنا ابدا، وما يرضيش ابدا اي حد اللي انتي بتعمليه دوت. وخدي بالك خدي بالك يعني اي واحدة مخنوقة من جوزها وبتبقى متهيأ لها ان الراجل دوت هو طوق النجاة ليها، وان هي هتتطلق من جوزها وهو هيتجوزها، يبقى انت بتضحكي على نفسك وهتاخدي حتة قلم في الاخر. لان مفيش ابدا راجل بيتجوز ست خانت جوزها. مفيش ابدا راجل هيقعد يضحك عليكي ويوعدك بحاجات وهيفرش لك البحر طحين وانتي تخلعي من جوزك او تتطلقي وتسيبي العيال وتتبهدلي وفي الاخر هو هيتجوزك. اوعي تفكري اللي انتي تعملي في نفسك كده او تخربي بيتك. هتاخدي والله العظيم حتة مقلب، والراجل دوت ولا عمره ابدا ابدا هيفكر اللي هو يتجوزك، وهيشوفك خاينة وهيشوف مراته اللي في البيت ديت ست مفيش ست زيها، وهيشوفها محترمة وهيشوفك انت للأسف مش محترمة. فأي واحدة بتكلم واحد وات ايفر واتساب او ماسنجر، بس هو الماسنجر اللي بيبقى سهل قوي لانه بيبقى من غير رقم تليفون ولا اي حاجة، بتخش وبتتكلمي وانت وحظك بقى. طب لو الست اللي قدامك ديت ضعفت وكلمتك، يعني انت هتروح من ربنا فين؟ والست ديت هتواجه جوزها وهتقعد معاه وتعاشره ازاي وهي اصلا بتكلم راجل غيره؟ والمواضيع زي ما قلت لكم بتتطور بسرعة شديدة جدا، لاني دوت يعتبر انتوا اتنين والشيطان تالتكم. يعني فالموضوع بيتطور جدا لان الشيطان بقى يعني ده كده انتوا جيتوا في ملعبه. فبتلاقي الموضوع بيتطور بطريقة سريعة جدا جدا، وبتلاقيهم بقى بدل المكالمات او بدل الرسائل، لا بتلاقي الموضوع تطور لمقابلات. والله اعلم بقى، من خفي كان اعظم. المقابلات ديت هتبقى في الشقة ولا هتبقى في شارع ولا هتبقى في كافيه ولا هتبقى فين؟ فيا جماعة اي واحدة حاسة ان جوزها يعني مش قادر يقول كلام حلو، او هو ملوش في الكلام دوت بس شايف واجباته على اكمل وجه، يا ريت تمسكي اعصابك شوية. ولو انتي ضعيفة ويعني عايز تسمعي كلام حلو، يا ريت اي حد يبعتلك اعملي بلوك على طول، ما تديش لنفسك الفرصة ديت. ولو انتي عايز تسمعي كلام حلو اتكلمي مع جوزك، قولي له انا محتاجالك، قولي له انا عايزاك جنبي. ما تستسلموش يا جماعة للرسائل. اي راجل بيخش الواحدة ويقول لها الكلام دوت اكيد اكيد مش محترم، لانه هو مفكرش ان ممكن واحد تاني يبعت لمراته نفس الكلام، مفكرش ان واحد ممكن يبعت لاخته نفس الكلام. لو نحط نفسينا في نفس الموقف عمرنا ابدا ما هنفكر ابدا نعمله. بس ساعات كده الشيطان بيضحك علينا، فاحنا عايزين نتغلب عليه. واي ست حاسة ان يعني جوزها مقصر معاها في حاجة، ما تسكتيش، اتكلمي مع جوزك
قولي له انا محتاجه لك، انا عايزاك تبقى جنبي، اتكلمي معايا، انا اهتم بيا شويه. مش عيب ان انت تتكلمي مع جوزك وتطلبي منه كده، ده حلال ربنا. العيب ان انت تعملي اي حاجه حرام وربنا يحاسبك عليها وانت متجوزه. فيا ريت ما نحطش نفسنا في الموقف دوت. ويا ريت تتقي اللي في جوزك اللي شقيان وطالع عينه عشانكو، مش هيبقى اخرتها يعني ان هو يبقى بيتخان واخد على قفاه. فدي هتبقى وحشه قوي في حقك وفي حقه، لانك انتي يعني ملزومه منه وشايله اسمه. فيا ريت يا ريت ما تحطيش نفسك ولا تحطي جوزك في الموقف دوت، لاني والله العظيم اللي انا بكلمكوا دوت فيه بيبقى في البدايات. الله اعلم. البيوت بتتخرب كتير جدا، واكيد كلكم عارفين بسبب المواضيع ديت. والبيوت بتتخرب وما بتتخربش كده وبس، دي بتبقى خراب وفضايح. فاحنا ليه نحط نفسنا في الموقف دوت من الاول؟ احنا نبعد عن الشر ونغني له، نبعد عنه باللي احنا نلتزم. وان احنا لا هنلاقي الفيس والواتس والكلام دوت هيدخلنا في حرمانية، وان احنا مش اقوياء ان احنا نرفض او نعمل بلوك او نعمل ستوب. ما تمسكيش موبايل احسن. والله طالما هتجيبي العار لجوزك والعار لاهلك بسبب واحد قالك كلمتين حلوين، متمسكيش تليفون احسن. واتقي الله في بيتك وفي جوزك وفي عيالك. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه يا رب. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه مع فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.